صباح الفل والجمال عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. هعمل معاكم النهارده صينيه كيك تحفه. هنقول مع بعض المقادير. معانا 3 كوبايات دقيق و4 بيضات وكوبايه ونص سكر، كوبايه سمنه، كوبايتين لبن، باكو بيكنج باودر، معلقتين كاكاو خام زي ما انتوا شايفين كده. هنحط باكو البيكنج باودر على الدقيق وهنقلبهم علشان يكونوا جاهزين معانا. اول حاجة هناخد معانا السكر، كوباية ونص سكر مع كوباية السمنة، وهنضربهم بالمضرب اليدوي زي ما انتوا شايفين كده. ممكن المضرب الكهربائي لو انتوا عندكم ممكن تستخدموه، لو عندكم العجان برضو ممكن. وبعدين هنبدأ نضيف البيض بتاعنا واحدة واحدة. كل ما واحدة تختفي نبدأ نحط اللي بعدها. زي ما انتوا شايفين كده علشان ندخل هواء في الخليط بتاعنا واحدة واحدة ونقلب. شايفين الخليط بقى لونه عامل ازاي يا جماعة؟ ما شاء الله لونه فاتح معانا ازاي، بقى عامل زي الكريمة. ده سر نجاح الكيك بتاعنا، ان الخليط بتاعنا يكون هش بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده، معناه ان هو دخله هوا. دلوقتي بنحط اهوت شوية فانيليا ورشة ملح وبنقلب برضو. طبعا اللي عنده فانيليا سايلة ممكن يستخدمها عادي جدا، مفيش اي مشكلة. دلوقتي بنضيف اللبن بتاعنا. انا ببدأ اضيف تقريبا كوباية او كوباية ونص لبن الاول، وبعدين بضيف الدقيق بتاعنا ونبدأ نقلبه. لو لقيت ان هو محتاج لبن كمان بضيف طبعا، علشان ما يبقاش لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. القوام بتاعه لازم يكون وسط زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا حطيت الكوبايتين اللبن كاملين. دلوقتي طبعا عشان نرضى الاذواق كلها خدت جزء من الخليط وضفت ليه معلقة كاكاو زي ما انتوا شايفين كده. لازم نعملهم كده بالمصفى علشان يكون نتأكد ان الكاكاو بتاعنا مفيهوش اي تكتلات. طبعا في المرحلة دي انا ضفت ربع كوباية لبن، لان احنا ضفنا الكاكاو فلازم محتاج ان هو يتخفف شوية زي ما انتوا شايفين كده. بقى عندنا جزء بالفانيليا وجزء بالكاكاو علشان نرضي الاذواق كلها. وبرضو هعمله في صينية واحدة، هنشوف دلوقتي احنا هنعمله ازاي. هنا الصينية بتاعتنا بطناها بالزيت والدقيق وبنصب الجزئين مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، جزء فانيليا وجزء كاكاو مع بعض. وبعدين بنبدأ نفضي كل جزء لوحده بسهولة جدا زي ما انتوا شايفين كده. فضيت الجزء بتاع الكاكاو، هبدأ برضو افضي الجزء بتاع الفانيليا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وبمنتهى السهولة عملنا
الصينية بتاعتنا جزء فانيليا وجزء كاكاو. طبعا بنهزها كده علشان نضمن ان كل الصينية نفس السمك. دخلناها الفرن، طبعا كان شغال اول ما بدأنا بنشغله علشان يكون سخن معانا من غير الشواية. طبعا بنشغل الفرن من تحت بس كده. بعمل بالسيخ بتاع الشيش طاووق علشان اضمن ان هو استوى من جوه وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا طعمه بصراحة كان تحفة، عجب كل اللي دقوه، جميل جدا ورضينا الاذواق كلها. طبعا جزء الشوكولات جه اقل من الفانيليا. عايزين انتوا تكتروه طبعا، ده يرجع لكم براحتكم خالص زي ما تحبوا تعملوه. بتقطعوه بقى بالطريقة اللي انتوا عايزينها، مربعات، مكعبات، زي ما انتوا عايزين. في ناس بتحب السكر زيادة عن كده يا جماعة، بيعملوه كوبايتين سكر، بس انا بحب اقلل دايما في المقادير السكر في اي حلويات عشان ما يبقاش زيادة قوي. فانا عاملاه كوباية ونص، اللي حابب يزود ويخليه كوبايتين براحتكم، طبعا ده يرجع لكم. واللي حابب برضو يعمل كل نوع في صينية عادي خالص. اللي حابب يعمل الفانيليا لوحدها في صينية والشوكولات لوحدها في الصينية عادي، مفيش اي مشكلة. بس انا حبيت ان انا اسهلها عليا وعليكم برضو. ما شاء الله سمكها حلو زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله عالية ازاي، جميلة جدا. طبعا شوفوا بقى جزء شوكولات وجزء فانيليا، يا سلام، قمة الفن. جميلة جدا، شكلها اصلا مغري. وبقى ده اللي بيحب النوعين ياخد القطعة دي، جزء فانيليا وجزء شوكولاتة. وبألف هنا وشفا يا جماعة.